السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل اقراص الكفتة باذن الله بطريقة سهلة وسريعة جدا بدون فرن وبدون وقفة كتير في المطبخ. وهنعمل كمان جنبها الرز الاصفر وهنعمل سلطة الطحينة. ان شاء الله تابعوني لاخر الفيديو ويا رب اقدر افيد اي حد باي معلومة. زي ما انتوا شايفين كده معايا اقراص الكفتة طالعة جميلة جدا وكان طعمها حلو جدا جدا. يا رب ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم. ويلا نبدأ بسم الله. اول حاجة هنا عشان اعمل الكفتة بتاعتي عندي هنا بصلاية كده كبيرة هحطها في الكبة. تمام. وهحط عليها قرن فلفل اخضر رومي، ممكن يكون حامي زي ما تحبي طبعا. معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان حطيت معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ومعلقة صغيرة من السكر. ضربتهم كويس قوي في الكبة. بعد كده هجيب نص كوباية من البرغل الناعم وهغسله كويس قوي، مش هنقعه، وبعدين هصفيه كويس قوي قوي من المية وهنزل عليه في الكبة مع البصل وباقي البهارات بتاعتي وهضربه كويس قوي لغاية لما ينعم. يعني مش ناعم قوي قوي، يعني وسط. تمام. هنا كنت ضربته من وقت للتاني كده بساعده بالمعلقة عشان يتطحن معايا كويس. تمام. هنا كنت فرمته مع البصل. هجيب بقى هنا ده اقل من نص كيلو لحمة مفرومة. تمام. في طبعا نسبة دهن بسيطة. هنزل عليه كده بحوالي معلقتين 3 كبار من البقدونس المفروم. زي ما قلت لكم انا بفرز الخضرة عندي بتسعفني جدا جدا في الوقت. وهجيب بقى خلطة البصل دي اللي ضربتها في الكبة هنزلها كمان عليهم. تمام. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هبتدي بقى اقلب الخليط بتاعي كده واعجن الكفته بايديا كويس قوي لغايه لما تتسمغ معايا زي ما انتوا شايفين كده وتعمل الشعيرات اللي عاملاها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هبتدي بقى اني اقرص الكفته بتاعتي. هجيب بوله فيها ميه وسرفيز وابتدي بقى اعمل كور واقرصها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، كأني بعمل كده زي الفلافل، بس طبعا هبططها يعني هبططها اخليها رفيعة الى حد ما، مش سميكة قوي زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا كده في الفيديو. تمام. مرة كمان. طبعا ما بتاخدش وقت، انا عملتها كده وانا واقفة، يعني حتى ما قعدتش والكلام ده عملتها وانا واقفة كده على الرخامة بسرعة جدا وما بتاخدش اي وقت، وكمان تسويتها سريعة جدا زي ما هنشوف مع بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين كده عملت بقى هنا كل الكمية بتاعتي وهحطها في التلاجة لغاية لما اخلص باقي حاجتي. هنا هعمل الرز الاصفر بتاعي. هجيب حلة على النار واقطع كده بصلاية صغيرة، حابة تبشريها زي ما انت عايزة، بس انا هنا قطعتها مكعبات صغيرة جدا زي ما انت شايفة. نزلت عليها بالزيت وبدأت ان انا وحطيت معاها كمان عود قرفة وبدأت ان انا اشوحها كده على النار زي ما انت شايفة لغاية لما تاخد اللون الذهبي الفاتح جدا زي ما انت شايفة معايا كده. تمام. بعدين هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الكاري. تمام. وهنحط كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود عشان اخد فايدة الكركم زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده. هنزل بقى اول ما اشم ريحة التوابل طلعت كده عليا وانا بحمصها مع البصلة، هنزل عليهم بكوبايتين من المية المغلية ومعلقة صغيرة من السكر واقلبهم كده واغطيهم واسيبهم لغاية لما يغلوا. اول ما المية بتاعت الرز عندي غليت هنزل عليهم بقى بكوباية ونص من الرز المصري المغسول والمتصفي كويس قوي. انا بحب جدا الرز المصري، مليش قوي بصراحة في الرز البسمتي، فبحب يعني ان انا استخدم اكتر الرز المصري. تمام. هنا اتشرب معايا الرز زي ما انتوا شفتوا. ههديله النار تماما واحط له الشياطه واسيبه يتشرب. هنا كان اتشرب معايا تماما. هديله بقى تقليبه واسيبه يكمل تسويه على نار هاديه جدا. نيجي بقى لسلطه الطحينه. هجيب الكبة بتاعتي او الخلاط لو حابة، لو ما عندكيش كبة، وهنزل فيها بنص كوباية من الطحينة الخام، فص واحد من الثوم، نص معلقة صغيرة من الكمون، وكمان نص معلقة صغيرة من الكزبرة، وكمان نص معلقة صغيرة من الشطة لو حابة تبقى حراقة، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح.
زي ما انت شايفة معايا كده. تمام. ورشة بسيطة جدا جدا من الفلفل الاسود، وهعصر عليهم كمان ليمونة، وكمان هحط كمان معلقتين كبار من الخل، بس تقريبا المقطع بتاعها اتمسح. وهحط نص كوباية من المية. هبتدي بقى انزل بالمية كده بالتدريج، كل من وقت التاني اشوفها. هنا كنت حطيت المية، القوام لقيته تقيل شوية، فزودت حبة مية كمان زي ما انتي شايفة كده. فاقل من دقيقتين كان عندي سلطة الطحينة كده جاهزة زي ما انتي شايفة. طبعا انا بحبها خفيفة سنة، لانها لما بتقعد شوية في التلاجة بتتقل كمان. تمام. زي ما انتوا شايفين معايا كده القوام بتاعها. هركنها بقى في التلاجة عندي لغاية لما نكمل باقي الغدا بتاعنا. تمام. هنا كنت قطعت خضار السلطة، عندي خيار قتة، وعندي فلفل رومي، وعندي طماطم. ما كانش عندي خيار، كان عندي قتة فاستخدمتها، مش هتقول لنا لا. تمام. حطيت الخضار بتاعي في الطبق وسبته في التلاجة لوقت الغدا عشان احط له الملح والليمون بتاعه. نيجي بقى لتسوية الكفتة بتاعتي. حطيت هنا طاسة سخنتها كويس قوي قوي على النار. بعدين حطيت النار طبعا بتاعتي وسط مايلة العالية، وبعدين حطيت فيها معلقة من السمنة ساحت. بدأت انزل بأقراص الكفتة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده. التسوية دي طبعا سهلة جدا جدا وبسيطة وما بتاخدش وقت، وكمان طعمها بيبقى روعة بجد. وحابة ان انتي بعد التسوية تطفلها فحمية زي ما انتي عايزة، بس هي كان طعمها كده حلو جدا جدا. حابة بقى ان نقدمها مع الاكل بتاعنا زي ما شفتي كده. تمام. حابة انك تحشيها في سندوتشات او تعمليها زي البرجر كده، مفيش برضو اي مشكلة. هي في كل احوالها طعمها حلو جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده، تقليبة على الناحية دي وتقليبة على الناحية دي بتكون استوت معايا ومن جوه، ولا محتاجة ان انا اغطيها ولا اي حاجة. كلنا عارفين ان اللحمة المفرومة ما بتاخدش وقت على النار. هنا كنت عملت الكمية بتاعتي كلها. ابتديت بقى من الصوص او الدهون اللي نازلة منها اديها كده تلميعة بالفرشة عشان تبقى بتلمع معايا كده زي ما انتوا شايفين. يلا بقى جربوا الوصفة بتاعتي، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة، وكمان تحطوا لي اللايك بتاعكم، وكمان تسيبوا لي كومنت حلو. بحبكم جدا في الله. مع السلامة.